السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بكم في حالة تمارين المستويات العليا من الدرس الأول في التفاضل الاشتقاق الضمني والبارامتري. تعالى معايا كده هندسة على أول سؤال. بيقول لك إذا كان دالة س بيساوي ر س تربيع، هو طالب منك ده شرطة 2 على ر شرطة 4. طب تعالى كده نفاضل يا هندسة. تفاضل الدال يبقى د شرطة س بيساوي تفاضل الر هيبقى ر شرطة، نزل معاك السين تربيع في تفاضل ما بداخل القوس تفاضل السين تربيع ب 2 س يا هندسه. طب خلي بالك هو طالب منك ده شرطه 2، يعني هو بيقول لك عوض له عن كل س ب 2. هيصبح عندك ده شرطه 2 بيساوي ر شرطه 2 تربيع ب 4 في 2 في 2 ب 4. طيب خلي بالك يا هندسه هو طالب منك ده شرطه 2 على ر شرطه 4، هو اصلا طالب منك ده شرطه 2 على ر شرطه 4 يا هندسه، يعني هي ظهرت معاك اهي. خلي بالك فهو ولا سؤال متفوقين ولا حاجه، هو يعني سؤال سهل. خلي بالك مش هو عاوز ده شرطه 2 على ر شرطه 4، انا ممكن اقسم هنا على ر شرطه 4 واقسم هنا على ر شرطه 4، او الضرب يروح اسمه ر شرطه 4. فبالتالي هندسه هيصبح معاك ده شرطه 2 على ر شرطة 4، ده كله بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 4. يبقى ده شرطة 2 على ر شرطة 4 بيساوي 4 يا هندسة. سؤال سهل. تعالى معايا كده على اللي بعده. بيقول لك إذا كانت الدالة ر هي الدالة العكسية للدالة د. طيب خلي بالك معايا يا هندسة في الموضوع ده لأن هو موضوع مهم. أنت أخدته في تانية ثانوي. خلي بالك يا هندسة، هو لما يقول لك إن الدالة الفلانية هي الدالة العكسية للدالة الفلانية، تلقائيا لازم تعمل حسابك ان د تركيب ر، يعني ده ر س زي ما اتفقنا، هياها ر تركيب د هياها هندسه بتساوي س. طيب خلي بالك يا هندسه انت بتشتغل على حدين اتنين بس. يعني انت في مساله الداله العكسيه في التفاضل عندك في ثانويه عامه انت بتشتغل على حدين اتنين بس، يا اما انت بتشتغل على د تركيب ر مع س يساوي س وفاضل الطرفين، يا اما انت بتشتغل على ر د س وس وتفاضل الطرفين. يعني يا هندسه انت بتشتغل السين يا اما مع د خلاص يا اما مع ر. طيب اشتغل مع مين فيهم يا هندسه واخد القرار بناء على ايه؟ بناء على المطلوب. يعني هو مين ده الشرطه ولا ر شرطه المطلوبه؟ مين المطلوب؟ المطلوب ر شرطه. قال لك يا هندسه على حسب المطلوب، انت مطلوب منك ر شرطه، انت مطلوب منك تفاضل الر تخليها ر شرطه. يبقى انا اشتغل معاك على الحدين دول، يبقى خلاص د ر س خلاص ما عادش ليه لازمه، وابتدي اشتغل ان انا افاضل الطرفين. تفاضل ر س فاضل يا هندسه تفاضل الر ر شرطه، انزل نفس القوس اللي هو د س في تفاضل ما بداخل القوس تفاضل د س بدال شرطه س، ده كله بيساوي يا هندسه تفاضل السين بكام؟ بواحد. طب خلي بالك معايا هو اصلا طالب منك ر شرطه ب. طب خلي بالك يا هندسه هو شغال جوه هنا بيقول لك د الف. خلي بالك يا هندسه انت عوض، شوف هو معوض عن س بكام. خلي بالك لما اوعى تقول لي ر شرطه ب يبقى هو هيعوض عن كل س ب. لا يا هندسه هو ر شرطه ب يعني هو شال الدال س على بعضها كده وحط لك ب، مش السين ب، لا ده الداله ب. قال لك طب بص انت لما تبص لي على د الف بيساوي ب، دال اهي خلاها دال الف، يبقى هو عوض عن كل س يا هندسه بالف. خلاص خلي بالك يعني اصبحت المساله عباره عن ايه؟ اصبحت المساله عباره عن ر شرطه دال الف في دال شرطه الف، ده كله بيساوي واحد. طيب خلي بالك يا هندسه معايا دال الف بكام يا باشمهندس؟ بب، فبالتالي انا هشيل دال الف على بعضها واحط له ب. هنا ر شرطه ب اللي هو طالبها ظهرت معاك، فخلي بالك بالتالي انا هعوض عن دال الف بب، وكده كده دال شرطه الف هو مديها لك فوق هنا باتنين. يبقى انا دلوقتي يا هندسه بقول لك ر شرطه ب مضروبه في دال شرطه الف اللي هي باتنين، ده كله بيساوي كام؟ واحد. طب خلي بالك انت كنت محتاج مني مين يا هندسه؟ ر شرطه ب، الضرب بينزل لك الناحيه الثانيه اسمه، يبقى ر شرطه ب يا هندسه بيساوي نص، اللي هو الاختيار رقم الف. طيب تعالى معايا هندسه على اللي بعد كده.
بيقول لك ص بيساوي د ظ س وعين بيساوي ر ق س، د شرطه 1 بيساوي 2 ر شرطه جذر 2 بيساوي 4. خلي بالك يا هندسه، هو بيقول لك انا محتاج معدل تغير ص بالنسبه للعين، يعني هو عاوز يفاضل ص على تفاضل العين. يعني يا هندسه ده الص ده العين بتساوي، يلا يا هندسه فاضل الصاد تفاضل الدال ده الشرطه، وانزل نفس القوس يا هندسه زي ما اتعودنا، واضرب فيه مشتقة ما بداخل القوس تفاضل الظا ق تربيع. طيب تعالى نفاضل العين، تفاضل ر شرطة، وانزل نفس القوس اللي هو ق س، تفاضل ما بداخل القوس تفاضل القا ق ظا. خلي بالك يا هندسة، أكتر حاجة الطلبة بتتلخبط فيها في السؤال ده إن هو يروح يقول لك ق س في ق س بق تربيع س، يبقى ق تربيع س هتروح مع ق تربيع س. طبعا ده كله غلط. ليه يا هندسة؟ هو انت لما تطير ق تربيع س مع ق تربيع س ساعتها كده الر شرطه اصبحت ر شرطه دي، الر شرطه دي داله في مين؟ داله في مين يا هندسه؟ يعني انت بكل بساطه، هل انت ينفع تختصر س د س؟ هل انت ينفع تختصر لي س مع س؟ لا طبعا. فبالتالي اوعى تتلخبط، في فرق ما بين ق س دي وق س دي. خلي بالك يا هندسه، انت هنا ينفع تطير التربيع مع الق س، خلي بالك، انما القاسين دي مرتبطه بالره شرطه، ما ينفعش ادخلها في القصه دي. طب خلي بالك بقى، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي س بباي على 4 اللي هو 45، عوض عن كل س يا هندسه ب 45 او باي على 4، عوض عن كل س كده بباي على 4. يلا، يبقى انا دلوقتي بقول لك د ص د س بيساوي د شرطه، هو ظ 45 اصلا بواحد، يبقى انا دلوقتي بقول لك د شرطه 1 في ق 45. ق 45 يا هندسه القا مقلوب الجتا، والجتا 45 واحد على جذر 2، يبقى ق 45 بجذر 2. طب خلي بالك معايا، ر شرطه ق 45، احنا اتفقنا ق 45 بجذر 2، يبقى انا دلوقتي بقول لك ر شرطه جذر 2. طب في القا دي خلاص راحت، ظ 45 بواحد يا هندسه. طب خلي بالك معايا، الكلام ده كله بيساوي، مش مهندس، هو د شرطه 1، د شرطه 1 هو مديها لك بكام؟ ب2، عوض يلا في جذر 2 على ر شرطه جذر 2 يا هندسه. فين ر شرطه جذر 2 بكام؟ هي ب4 في 1. خلي بالك، على الاثنين فاعل 1 على الاثنين فاعل 2، يبقى انا دلوقتي بقول لك يا هندسه انه د ص د س د ص د س يا باشمهندس بيساوي جذر 2 على 2، واللي هياها 1 على جذر 2، يبقى الإجابة رقم ألف. طب تعالى معايا على اللي بعده. ماشي، ركز معايا يا هندسة في السؤال ده، هو سهل ما فيهوش حاجة، خلي بالك معايا. أنا دلوقتي بقول لك س بيساوي جذر ظ ص زائد جذر ظ ص زائد جذر ظ ص إلى ما لا نهاية. يعني خليك متفق معايا يا هندسة إن السين بتساوي جذر ظ ص زائد جذر ظ ص زائد جذر ظ ص، صح كده يا هندسه؟ مظبوط. طيب تعالى كده نربع الطرفين، يعني اربع طرفين، احط التربيع هنا واحط التربيع هنا. دلوقتي يا هندسه انت لما تحط لي تربيع على الطرفين هتقول لي س تربيع بس تربيع، والتربيع ده هيشيل لك اول جذر. يعني بص كده يا هندسه، اول جذر ده كده خلاص هيتشال، فمين اللي هيتبقى؟ هيتبقى لك ظ ص بيساوي ظ ص زائد جذر ظ ص زائد جذر ظ ص زائد جذر ظ ص. طب ما انت الكلام ده كله اصلا يا هندسه هو مين؟ بص كل الكلام ده كده الى ما لا نهايه. طب ما هي السين اصلا، يعني دلوقتي بقول لك زائد س، فانا دلوقتي عملت اختصار للشكل ده، خليتها عباره عن س تربيع زائد ظ ص زائد س، يعني معادله ما بين س وص. خلي بالك، تعالى نفاضل الطرفين، تفاضل س تربيع ب2 س تفاضل الظا ق تربيع ص في تفاضل ما بداخل الزاويه تفاضل الصاد يبقى صاد شرطه زائد تفاضل السين بواحد يا هندسه. خلي بالك هو كان محتاج منك صاد شرطه، يبقى هطلع اقول له صاد شرطه او د صاد د س، يعني د صاد د س بيساوي، خلي بالك يا هندسه الاثنين س، ادي الاثنين س معايا الموجب واحد يروح الناحيه الثانيه مع الاثنين س بسالب واحد. طب والضرب ينزل لك اسم، يبقى انا هقسم على ق تربيع ص. خلي بالك يا هندسه، يبقى انا دلوقتي بقول لك
ان د ص د س عباره عن 2 س ناقص 1 على ق تربيع ص. طب ما انت الق تربيع ص دي ممكن تطلعها من المقام للبسط مقلوب القا، يبقى جتا تربيع ص يا باشمهندس. يبقى انت عندك دلوقتي د ص د س بيساوي 2 س ناقص 1 مضروبه في جتا تربيع ص يا باشمهندس. تمام كده معايا؟ طيب تعالى معايا على اللي بعده. بيقول لك يا هندسه اذا كانت د س بيساوي س تربيع فان د تركيب د شرطه. واحده واحده يا هندسه، هو عاوز ده كله لكل شرطه. طب سيبك من الشرطه اللي فوق دي دلوقتي. هو يعني ايه د تركيب د شرطه؟ يعني د شرطه س. خلي بالك معايا، يعني هو ده اللي محتاجه. بعد كده اروح اجيب ايه؟ الشرطه، التفاضل. طيب خلي بالك، هو بيقول لك عند س بواحد، يعني عند س بواحد. طب الاول كده يا هندسه تعالى نفاضل الكلام ده كده. تفاضل الدال ده شرطه، وانزل نفس القوس يا هندسه. مظبوط، انزل نفس القوس اللي هو د شرطه س. صح كده؟ طب في تفاضل الدال شرطه د شرطتين. طب د شرطتين يا هندسه انت ما خدتش مشتقات عليا لسه. مشتقات عليا لسه هناخدها في الدرس اللي بعد كده. طب نحل المشكله دي ازاي؟ واحده واحده يا هندسه. هو انت مش عندك يعني قبل ما اشتغل تفاضل اصلا، قبل ما اشتغل التفاضل، مش انت ما تيجي نركب الدال شرطه في الداله دال؟ يعني ايه يا هندسه؟ يا باشمهندس انا لما اقول لك داله س بيساوي س زائد 4 واطلب منك داله الاثنين، مش حضرتك هتروح تعوض عن كل س ب2؟ هتقول لي 2 زائد 4 بكام؟ ب6. طب انا دلوقتي لما اقول لك دال س برضه بس زائد 1 وانا طالب منك مثلا داله 5 س، ايه اللي هيتم؟ هتعوض عن كل س ب5 س، فتبقى 5 س زائد 1. هو ده اللي انا عاوز اعمله. دلوقتي انا بقول لك د بيساوي د شرطه س، يعني انا محتاج ان انا اركب الدال شرطه جوه الداله د. طب هي د شرطه اصلا بكام؟ د شرطه خلي بالك انت اللي هتروح تجيبها. انت معاك داله س س تربيع صح؟ يبقى د شرطه هندسه، د شرطه بيساوي تفاضل الس تربيع ب 2 س. يعني انت عندك د شرطه س ب 2 س. يعني انت دلوقتي بتقول لي د، بدل ما تقول لي يا هندسه د شرطه هتقول لي 2 س، هتقول لي د 2 س بيساوي، واطلع اعوض في الداله د عن كل س ب 2 س، اركب الداله. يبقى انت اصبحت بدل ما كنت بتقول لي س تربيع، لا اصبحت بتقول لي 2 س لكل تربيع يا هندسه. فخلي بالك معايا، هو ده كده الكلام اللي انا محتاج ان انا اعمل له تفاضل. تعالى نشتق، ما انت محتاج بقى تعمل تفاضل للكلام ده. فلما اجي اقول له تفاضل الدال ده شرطه، ففاضل الكلام ده 2 في القوس اللي بره يبقى 2، وانزل نفس القوس واطرح من الاس 1 يبقى 1. في تفاضل ما بداخل القوس، تفاضل الاثنين س ب2 يا هندسه. وهو بيقول لك س ب1 عوض عن كل س ب1، هيبقى 2 في 2 ب4، 4 في 2 ب8 يا باشمهندس. سؤال محتاج طالب فاهم، يبقى الاجابه رقم ج. تعالى معايا على اللي بعده. خلي بالك هندسه بيقول لك ص بيساوي س تربيع زائد 5 س زائد 3. هو محتاج منك د ص د س تربيع. طيب ركز معايا يا هندسه، هو لو قال لك د ص د س تربيع، انت ممكن تقول له د ص د س على، مش دي س تربيع على س تربيع. خلي بالك يا هندسه كل اللي انا هعمله ان انا هحط له د س هنا كده هندسه. انا كده ما غيرتش اي حاجه. ليه؟ ما هو انت كده د س بص، د س هتروح مع د س، هيتبقى لك د ص د س تربيع، فهي هياها. بس الموضوع هيبقى اسهل شويه على الطالب انه يفهم حاجه زي كده. تعال نجيب له د ص د س. فانت لما تقول له د ص د س تفاضل الس تربيع ب 2 س زائد تفاضل ال 5 س ب5. طب د س دي معناها تفاضل الس تربيع ب 2 س. طب بيقول لك عوض له عن كل س ب1، عوض عن كل س ب1 يا باشمهندس. يبقى انا دلوقتي بقول لك 2 في 1 ب 2، 2 زائد 5 7، 7 على مين؟ على الاثنين يا هندسه، اللي هي الاجابه رقم ا. طيب خلي بالك معايا، دي كده طريقه. خلي بالك في طريقه ثانيه لو انت يعني مش هاضم دي كويس، او طريقه يعني طالب برضو فاهم. بص يا هندسه، مش هو عاوزك تفاضل بالنسبه لس تربيع؟ طيب انت متعود ان انت تفاضل بالنسبه لس، فخلي بالك. طب ما انت ممكن تعتبر ان س تربيع، اي س تربيع في المساله تعتبرها هي س عاديه خالص، عادي جدا،
وافضلها عادي خالص. فبالتالي انت لو اعتبرت ان الس تربيع هي س، بص يا هندسه، انت لو اعتبرت ان س تربيع هي س، الس تربيع هي س، خلي بالك. او انت ممكن يا سيدي عشان برضو لخبطه الرموز ممكن تختار اي رمز تاني. انت ممكن تعتبر ان الس تربيع اللي انت بتفضلها مثلا هي صاد. خلي بالك يا هندسه، لو اعتبرت لي ان س تربيع هي صاد، فانت لو محتاج السين بس فالتربيع يروح بالايه؟ بالجذر، يبقى س هيها جذر صاد. فانت هتشيل السين دي وتحط لي جذر صاد. فانت كانك بتقول لي طبعا يعني هو باختلاف الرموز، انت فاهمني؟ يعني مثلا الصاد ديت هي صاد، انا بس بفرض رموز يا هندسه، ممكن افرض كاف عين يعني، بس عشان موضوع الرموز ممكن افرض لك مثلا لام، فبالتالي دي هتبقى جذر لام يعني عادي. فانا دلوقتي بقول لك صاد بيساوي لام زائد 5 جذر لام زائد 3. خلي بالك يا هندسه، تفاضل الصاد ده لصاد ده لسين، او ده لصاد مش هي داله في لام، يبقى ده لصاد ده اللام، ده كله بيساوي تفاضل اللام بواحد زائد 5 تفاضل جذر لام بواحد على 2 جذر لام، والثلاثه ملهاش تفاضل. خلي بالك كل اللي هعمله يا هندسه هرجع كل حاجه لاصلها. هي باشمهندس هي لام دي احنا اتفقنا ان هي بدل ما هي صاد نخليها لام، يعني بدل ما هي صاد نخليها لام. خلي بالك يا هندسه، هو احنا كنا متفقين ان لام هي مين؟ مش هي س تربيع؟ يبقى انا كل اللي انا هعمله هرجع كل حاجه لاصلها. يعني بدل ما هي دال صاد دال لام، لا هتبقى دال صاد دال س تربيع اللي هو كان محتاجها اصلا، خلي بالك معايا، دال س تربيع بيساوي 1 زائد 5 في 1 على 2 جذر لام يا هندسه اللي هي كانت س اصلا. طب خلي بالك هو كان بيقول لك ان كل س بكام؟ بواحد. يعني انا دلوقتي بقول لك 1 زائد 5 على 2، 1 زائد 2 ونص 3 ونص، 3 ونص اللي هي 7 على 2 يا باشمهندس. عندك الطريقتين، حل باللي يعجبك. طب تعالى معايا على اللي بعده. بيقول لك اذا كان س بيساوي ق ص حيث ص ينتمي للفتره اللي هي ربع تاني، خلي بالك من 90 ل 180، محتاج منك د س د ص. خلي بالك يا هندسه د س د ص اتفقنا ان هي عباره عن د ص د س، بس انا بقلب الكسر. فتعالى نفاضل عادي، تفاضل السين بواحد، تفاضل القا ق ص ظ ص، تفاضل الصاد صاد شرطه، وانا محتاج منك صاد شرطه، فالضرب هينزل لك الناحيه الثانيه بالقسمه. يعني هقسم لك على ق ص ظ ص يا هندسه، يعني صاد شرطه عباره عن 1 على ق ص ظ ص. طيب انت عطلت لحد هنا، زي ما اتفقنا في شرح المقالي او فيديو المقالي، اتفقنا يا هندسه ان انت لما تعطل ارجع كده لاول السؤال، هو مدي لك اصلا ق ص بكام يا هندسه؟ ب س. طيب تعالى كده نعمل له مثلث حل صغير كده. لو دي الزاويه ص، مش انت عارف انه لو ق ص ب س مقلوب القاء جتا، يبقى جتا ص بكام؟ بواحد على س. طب انت عارف ان الجتا مجاور بواحد على الوتر اللي هو بكام؟ ب س. بس خلي بالك يا هندسه، هو قال لك ان هو شغال في الربع الهون في الربع الثاني، يبقى المثلث ده برضو عشان يبقى اسلم واصح لازم تتبع الايه؟ موضوع الربع الثاني ده. فتعالى نعمله الاحداثيات عشان نفهم كده مع بعض. ادي الاحداثيات اهي. فانا هندسه هعمل له المثلث بتاعي في الربع الثاني، يبقى انا هنزل بالوتر وانزل عمودي على محور السينات. لو حبيت تعمله في الربع الاول بعمل الوتر وانزل على السينات، ربع رابع مثلا وتر وانزل على السينات وهكذا. حاليا ده الصاد يا هندسه، زي ما اتفقنا جتا صاد 1 على س، الجتا مجاور اللي هو 1. ايه بقى فايده موضوع الربع الثاني ده يا هندسه؟ ان انت حاليا شغال في س السالبه، فما تسيبهاش كده، لازم تخليها بالسالب. طيب مجاور على وتر، الوتر بكام يا هندسه؟ ب س. طب انت دلوقتي لو محتاج مني المقابل هتروح تقول له جذر س تربيع ناقص سالب 1 تربيع اللي هي 1. خلاص فيثاغورس. طيب خلي بالك معايا يا هندسه، هو دلوقتي كان محتاج مني مين؟ كان محتاج منك 1 على ق ص، هو ق ص بكام اصلا؟ ب س، في ظ ص، هو مش الظا يا هندسه عباره عن مقابل على مجاور، جذر س تربيع ناقص 1 على سالب 1. يعني انا هرمي له السالب بره هنا واقول له جذر س تربيع ناقص 1. يبقى هندسه الصاد شرط اللي هو كان طالبها منك عباره عن سالب، ارميه في الاول كده، او انت ممكن تخليها تمام. خلي بالك معايا، ترمي السالب فوق وتقول له على س جذر س تربيع ناقص 1.
ده كده مين؟ الصاد شرطه هندسه. الصاد شرطه اللي هو مين؟ اللي هو ده صاد ده س. خلي بالك يا باشمهندس، اوعى تنسى واوعى تتلخبط، زي ما اتفقنا هو طالب منك مين؟ ده س ده صاد، فبالتالي ده س ده صاد عباره عن اقلب له الكسر، فهيبقى لما تقلب له الكسر هيبقى سالب س جذر س تربيع ناقص 1 يا باشمهندس، اللي هو الاختيار رقم ج. طيب دي كده طريقه هندسه. خلي بالك معايا، انا ممكن اشتغل بطريقه ثانيه، احنا بس هنفاضل نفس التفاضل العادي خالص. خلي بالك معايا وهنقف مع بعض لعند التفاضل كده. خلي بالك يا هندسه، انا في علاقه جميله ما بين القا والظا، انا وانت عارفينها خدناها في اولى ثانوي. كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان قا او 1 زائد ظا تربيع الزاويه صاد عباره عن قا تربيع نفس الزاويه اللي هي صاد. طب خلي بالك يا هندسه، انت لو لاحظت كل الاجابات يعني هو ظاهر لك موضوع الواحد، في واحد في الموضوع. فخلي بالك معايا، انا حاليا لو ثبت الظا تربيع صاد هنا واخدت الموجب واحد الناحيه الثانيه بسالب واحد، يبقى انت دلوقتي عندك ظا تربيع صاد بيساوي قا تربيع صاد ناقص واحد. يبقى انت حاليا يا هندسه عندك الظا صاد بيساوي موجب او سالب الجذر قا تربيع صاد ناقص واحد، لان التربيع يروح موجب وسالب الجذر. طب انا هاخد الموجب ولا السالب؟ هو بيقول لك في الربع الثاني هندسه هي ظا في الربع الثاني بالايه؟ اشارتها ايه؟ بالسالب، فالموجب مرفوض. طب خلي بالك معايا، انت كنت محتاج مني مين؟ انت كنت محتاج مني واحد، ده الصاد شرطه، ده الصاد ده لسين صاد شرطه، واحد على قا على قا صاد ظا صاد. يبقى يا هندسه ده لسين ده الصاد عباره عن اقلب الكسر، هيبقى قا صاد ظا صاد. طب خلي بالك معايا، يبقى ده لسين ده الصاد يا هندسه عباره عن القا صاد يا هندسه اللي هو مين اصلا؟ اللي هو س. في ظا صاد بكام يا هندسه؟ بسالب، هرمي له السالب في الاول كده، جذر قا تربيع صاد ناقص واحد، يبقى ده س ده صاد يا هندسه عباره عن سالب س جذر قا تربيع صاد ناقص واحد. سؤال ممتاز. تعال معايا على اللي بعده. بيقول لك صاد بيساوي د س، وكان د واحد يساوي واحد وده شرطه واحد بيساوي 3. هو طالب منك صاد شرطه عند س بيساوي واحد يا هندسه. واحده واحده، السؤال مش صعب وعاوز بس تركيز مش اكتر. خلي بالك يا هندسه، دلوقتي انت عاوز تفاضل هنا الطرف اليمين والطرف الشمال، فتفاضل الصاد صاد شرطه بيساوي. خلي بالك يا هندسه، انا هفاضل الدال، تفاضل الدال دال شرطه، وانزل نفس القوس اللي هو مين يا هندسه؟ هفتح قوس كده كويس واقول له دال قوس س، واقفل الاقواس يا هندسه. عندك هنا 3 اقواس، دي قوس الثاني الثالث. خلي بالك يا هندسه، في تفاضل ما بداخل القوس. طب واحده واحده، انا لما اجي افاضل ما بداخل القوس انت بتفاضل من بره لجوه. تفاضل الدال دال شرطه، خلي بالك، وانزل نفس القوس. مين هو نفس القوس؟ خلي بالك انت فاضلت الدال، طب مين نفس القوس؟ اللي هو دال، ادي دال، افتح القوس س واقفل يا هندسه. خلي بالك في تفاضل ما بداخل القوس كمان مره، يعني تفاضل الدال يا هندسه دال شرطه وانزله نفس القوس اللي هو س. في تفاضل ما بداخل القوس كمان مره، تفاضل السين بكام يا هندسه؟ احنا عارفين بواحد. ونبتدي نعوض يا هندسه، يعني يا رب يدي لك 5 اقواس جوه بعض او 6 اقواس، الموضوع او اللعبه خلاص بقت واضحه. طب خلي بالك معايا، تعال نعوض بس عن الدال الاول. هو بيقول لك دال واحد، يعني هو عوض بدل ما هي دال س خلاها دال واحد، يعني هو بيقول لك عوضت عن كل س بواحد. عوض يا هندسه عن اي س عندك بواحد. طب خلي بالك بقى، تعالى اما نعوض. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا خلي بالك، تعالى مثلا من الاخر للاول، اي حاجه. تفاضل الدال شرطه هو مديلك بكام؟ ب3. فخلي بالك يا هندسه، الدال شرطه واحد بكام؟ ب3. فانا هلغي دال شرطه واحد دي واعوض عنها ب3 في. خلي بالك يا هندسه، هو دال واحد اللي جوه دي بكام يا هندسه؟
دال مش دال شرطه، دال واحد بكام؟ بواحد، يعني دال واحد دي بواحد. اصبحت انا بقول لك دال شرطه واحد، يعني اصبحت انا بقول لك دال شرطه، بدل ما بقول لك دال شرطه دال واحد، لا ما هو دال واحد بواحد يبقى دال شرطه واحد. وخلي بالك يا هندسه، هو دال شرطه واحد احنا لسه قايلين ان هي بكام؟ برضه بثلاثه، فاعوض عنها بثلاثه. في تعالى لي هنا يا هندسه، دال واحد دي كلها على بعضها اتفقنا ان دال واحد بواحد يبقى بواحد. طيب ودال واحد كمان مره، دال واحد كمان مره، يعني دال واحد دي كمان مره برضه بواحد، يبقى دال شرطه واحد يا هندسه عندك بكام؟ بثلاثه يا هندسه. يبقى انا دلوقتي بقول لك ان صاد شرطه بيساوي 3 في 3 في 3 ب 27. هو سؤال مش صعب، بس عاوز طالب يبقى فاهم يعني ايه اشتقاق كويس، يبقى الاجابه رقم ج. طيب تعالى معايا على اللي بعده. بيقول لك س بيساوي ج ص، وصاد زاويه حاده هندسه يعني بالموجب. بيقول لك اثبت د ص، هات لي بس د ص د س الاول. فاضل الطرفين تفاضل الس بواحد، الجا جتا، تفاضل الصاد صاد شرطه. انا محتاج منك صاد شرطه اللي هو د ص د س، يبقى صاد شرطه بيساوي الضرب ينزل لك الناحيه الثانيه بالقسمه، يبقى واحد على جتا صاد. خلي بالك معايا يا هندسه، هو بيقول لك اثبت دي كده صاد شرطه اللي هي د ص د س، هو بيقول لك اثبت ان د ص د س بيساوي واحد على الكلام ده. ايه علاقه الجتا صاد بالكلام ده؟ هندسه انا واخد بالي ان في جتا صاد وان في واحد وان في س تربيع تحت الجذر، والسين اصلا اللي هي جا صاد، يعني جتا وجو واحد. هو ايه القانون اللي كان بيجمع ما بينهم يا هندسه؟ فاكر اولى ثانوي الترم الثاني اول درس في حساب المثلثات كان بيقول لك جا تربيع س زائد جتا تربيع س، ده كله طبعا الزاويه صاد فنخليها صاد، يعني هي المفروض ان هو يعني ايه الصح ان هو نفس الزاويه، مش شرط تكون س. ده كله بيساوي كام؟ بيساوي واحد. طب دلوقتي يا هندسه انت محتاج مني جتا صاد، فالجا تربيع صاد يروح لك الناحيه الثانيه سالب جا تربيع صاد، يعني انا دلوقتي بقول لك جتا تربيع صاد بيساوي واحد ناقص جا تربيع صاد. طب انت دلوقتي محتاج مني جتا صاد التربيع يروح لك الناحيه الثانيه موجب او سالب الجذر، يعني انت دلوقتي عندك جتا صاد بيساوي موجب او سالب جذر الواحد ناقص جا تربيع صاد يا هندسه، يعني انت عندك جتا صاد بيساوي موجب او سالب. هو انا هاخد مين فيهم يا هندسه؟ هو بيقول لك زاويه حاده، يعني انا لازم اخد الزاويه الموجبه او الاشاره الموجبه، اقول له جذر واحد ناقص هو جا صاد بكام يا هندسه؟ بسين، فانا لما اقول لك جا تربيع صاد هقول لك س تربيع، فشيل الجا تربيع صاد حط لي س تربيع يا باشمهندس. يبقى انا دلوقتي بقول لك د صاد د س بيساوي واحد على الجتا صاد بموجب جذر واحد ناقص س تربيع، يعني جذر واحد ناقص س تربيع يا هندسه، يبقى د صاد د س بيساوي واحد على جذر واحد ناقص س تربيع، وهو المطلوب اثباته. سؤال فكرته حاجه تافهه، قانون في اولى ثانوي، خلي بالك معايا. تعالى على اللي بعده. برضه ده سؤال كويس يا هندسه، خلي بالك. بيقول لك ص بيساوي د ر س، وده شرطه س بيساوي س على جذر س تربيع زائد واحد، ور س بيساوي واحد على س. هو بيقول لك اثبت ان د ص د س بيساوي الكلام ده. طب واحده واحده، الاول بس اجيب له د ص د س عشان اجيب له د ص د س لازم بس اعمل موضوع اعيد التعريف. خلي بالك يا هندسه، دلوقتي صاد بيساوي د ر س، هي ر س بكام يا هندسه؟ بواحد على س، يعني د واحد على س. خلي بالك معايا. طيب تعالى كده نفاضل الطرفين، تفاضل الصاد صاد شرطه في بيساوي زي ما فاضلت الصاد شرطه هتفاضل الدال شرطه، هتفاضل الدال تخليها دال شرطه، فتفاضل الدال دال شرطه. خلاص يا هندسه، تفاضل الدال دال شرطه، وانزل له نفس الزاويه اللي هي واحد على س، في تفاضل ما بداخل الزاويه يعني في واحد على س تربيع. مش مهندس، دي دال شرطه ودي دال شرطه. هو دلوقتي بيقول لك هتشيل كل س تحط لي مين؟ واحد على س. في انهي داله؟ في الداله دي. يبقى انت دلوقتي هتقول له دال شرطه واحد على س عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن هتشيل السين يا هندسه تحط لي واحد على س، واحد على س. خلي بالك جذر، ادي الجذر، هتشيل السين تحط لي واحد على س، يبقى س تربيع عباره عن واحد
على س تربيع زائد 1. مش مهندس، هي دي فكرة المسألة. هتزعل مني لو احنا شلنا الواحد خليناها س تربيع على س تربيع علشان يبقى المقام موحد. ما هو كده كده س تربيع على س تربيع بواحد. اوعى تنسى ان في عندك هنا واحد على س تربيع. خلي بالك معايا وركز الله يكرمك. انت لما تيجي تعمل لي كده واحدة واحدة معايا، واحدة واحدة معايا. الواحد على س هنزلها لك واحد على س على جذر التربيعي. دلوقتي المقام موحد على س تربيع، وانا بقول لك زائد 1 زائد س تربيع. ادي 1 زائد س تربيع يا باشمهندس. طب ده كله مضروب في مين بره؟ في 1 على س تربيع. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. طيب يا باشمهندس الشكل المكلكع اللي انت وصلت له ده، وبعدين هو فين اصلا موضوع اختلاف التعريف؟ فين التعريف؟ واحده واحده هندسه. صلي على اللي هيشفع فيك. هو انت دلوقتي لما اقول لك 1 زائد س تربيع على س تربيع، هتزعل مني لو انا خدت الس تربيع الواحد على س تربيع بره كده عامل مشترك؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هقول لك ايه يا هندسه؟ هقول لك ان انا هقول له 1 على س على جذر، هاخد 1 على س تربيع. الس تربيع اللي في المقام دي لما تتاخد عامل مشترك تطلع لك بره ب1 على س تربيع، وافتح لك قوس. انا لما اخدت الس تربيع من المقام عامل مشترك هيتبقى لك البسط، يبقى 1 زائد س تربيع. ده كله هندسه مضروب بره في 1 على س تربيع. طب باشمهندس انا لو حبيت ان انا اطلع 1 على س تربيع دي اطلعها بره الجذر، هو جذر 1 على س تربيع. خلي بالك يا هندسه لو حبيت الاول بس كده تعالى نكتب، او تعالى نكمل فوق هنا مش مشكله، تعالى نكمل فوق هنا. خلي بالك يا هندسه الواحد على س هي هتنزل معاك 1 على س زي ما هي على جذر. مش مهندس انا لما اطلع الواحد على س تربيع بره الجذر، الواحد على س تربيع لما يطلع بره الجذر يطلع لك بمقياس 1 على س. مش انت عارف يا هندسه انه جذر س تربيع بيساوي مقياس السين؟ الكلام ده كله من تانية ثانوي. فبالتالي يا هندسه انا لما اجي اقول لك انا محتاج منك جذر 1 على س تربيع، هتقول لي مقياس 1 على س. طيب جذر ده كده طلع بره الجذر، انزل بقى الجذر. جذر مين اللي هيفضل جوه الجذر؟ 1 زائد س تربيع. طب ده كله مضروب في مين يا هندسه؟ في 1 على س تربيع. خلي بالك يا هندسه مقياس السين ده هو بقى اللي بسببه هنعملها مره بالموجب ومره بالسالب، لان المقياس لما بيختفي بكتبها مره بالموجب ومره بالسالب. فدلوقتي يا هندسه علشان اعيد تعريف المساله، خليك معايا. هروح اقول له د س بيساوي، هقول له 1 على س، 1 على س. خلي بالك يا هندسه هو الاول كده انت مره بتاخد المقياس بالموجب ومره بتاخد المقياس بالسالب. يعني انا هقول له 1 على س على او تعالى بس عشان المساحه ديت، علشان المساحه تعالى نفضي مساحه هنا يا هندسه. يبقى انا هقول له د س بيساوي، اعيد اختلاف التعريف، هقول له 1 على س، 1 على س على 1 على س بالموجب وافتح له الجذر 1 زائد س تربيع في 1 على س تربيع. طيب لما اجي اخدها له بالسالب هقول له 1 على س، 1 على س تنزل لك 1 على س على 1 على س بالسالب يبقى سالب 1 على س وافتح له الجذر، هقول له 1 زائد س تربيع بره في 1 على س تربيع. خلي بالك معايا الله يكرمك، هتلاقي ان الواحد على س راحت مع 1 على س يتبقى لك في البسط بواحد، 1 على س راحت مع 1 على س يتبقى لك في البسط سالب 1. خلي بالك يا هندسه. طيب والسين تربيع اللي في المقام احنا ممكن نجيبها هنا كده س تربيع، السين تربيع اللي في المقام احنا ممكن نجيبها هنا كده س تربيع. يبقى انا دلوقتي بقول لك ده س بيساوي 1 على السين تربيع راحت في المقام يبقى س تربيع ويتبقى لك الجذر 1 زائد س تربيع. خلي بالك يا هندسه. طب وتحت هنا انا بقول لك سالب 1 على نفس الكلام بقى على س تربيع جذر 1 زائد س تربيع.
انا دلوقتي محتاج منك اختلاف التعريف، فاختلاف التعريف انا مره هقول له اكبر من في الداله اكبر من او يساوي صفر، س اكبر من او يساوي صفر، وس اقل من الصفر. طيب خلي بالك معايا يا هندسه، في النهايه هو محتاج منك الاشتقاق. تعال نفاضل تفاضل الدال س د شرطه س. طيب انا محتاج بقى افاضل الكلام ده. خلي بالك هو بيقول لك اثبت ان د ص د س بيساوي الكلام ده كله. طيب واحده واحده يا هندسه، خلي بالك معايا. هو ثانيه واحده، احنا ده كله اصلا احنا شغالين في مين؟ معذره يا هندسه، احنا ده كله اصلا شغالين في مين؟ في د شرطه. يعني انا اصلا ده كله انا بعوض في الد شرطه. يعني انا فعلا بالفعل وصلت للاثبات بتاعه طبعا، بس هلغي يساوي من هنا طالما هي د شرطه. الموضوع ده هنفهمه في سلوك الداله، موضوع اختلاف التعريف ده عامه. فخلي بالك يا هندسه، ده هو بيقول لك ان دي د شرطه، فانا بالفعل وصلت ان د شرطه س بيساوي 1 على س تربيع جذر 1 زائد س تربيع، وسالب 1 على س تربيع جذر 1 زائد س تربيع يا هندسه. وخلي بالك معايا موضوع اختلاف التعريف زي ما اتفقنا، انت كده كده مش مطالب باختلاف التعريف حاليا، فهي مش فارقه مين هيبقى اكبر منه ومين هيبقى اقل منه. فانت تعالى قول له هنا س اقل من الصفر زي ما هو كاتب، وس اكبر من مين؟ من الصفر يا باشمهندس. طيب خلي بالك معايا. طيب تعالى كده على اللي بعده. بيقول لك هندسه ا ب ج مثلث مساحته م، والنقطه ج تتحرك على المستقيم ص بيساوي 2 س. يعني انت دلوقتي يا هندسه عندك النقطه ج عباره عن س نقطه زي النقطه اللي هي س وصاد. يعني النقطه ج عباره عن س وصاد. هي الصاد يا هندسه هو قال لك ان هي بكام اصلا؟ ب 2 س. يعني انت اصبح معاك مدي لك نقطه ج بس و2 س، وانت معاك كمان نقطه ومعاك كمان نقطه، وطالب منك مساحه المثلث 3 نقط، وعاوز منك مساحه المثلث يا هندسه يبقى عن طريق المحددات. مساحه المثلث عن طريق المحددات، خدناها في اولى ثانوي الترم الثاني درس المحددات. مساحه المثلث عباره عن نص قيمه المحدد. اول خانه دي الخانه اللي لها علاقه بالاحداث السيني، سينات، يبقى اقول له س ولام وصفر. طيب تاني خانه صادات، يبقى 2 س وصفر وكاف، امشي بنفس الترتيب بس اهم حاجه. ثالث عمود كان كله وحايد. وخلي بالك يا هندسه هنا الاشاره دي كانت بالموجب، الاشاره دي كانت بالسالب، الاشاره دي كانت بالموجب. وبعد كده كنت بقول له ايه؟ ان المساحه بتساوي، انزل النص زي ما هو يا هندسه. طيب اخد مره اقول له موجب س وافتح قوس، طب بعد كده اقول له سالب 2 س وافتح قوس، موجب 1 وافتح قوس يا هندسه. طيب اعمل ايه جوه القوس؟ طبعا انت شغال على السين، الغي الصف والعمود، هيتبقى لك الاربع ارقام دول. اقول له قطر رئيسي صفر وواحد في واحد بصفر، ناقص قطر فرعي واحد في كاف بكاف. اشتغل على 2 س، يلا الغي الصف والعمود، يبقى لك الاربع ارقام دول. قطر رئيسي لام في واحد بلام، ناقص فرعي واحد في صفر بصفر. طيب الغي الباشا ده، يبقى لك الاربع ارقام دول. قطر رئيسي لام في كاف لام كاف، ناقص صفر في صفر بصفر. يعني انت هندسه ده كله بسالب كاف، وده كده بلام، وده كده بلام كاف. يعني انا حاليا بقول لك ان المساحه بتساوي نص س في سالب كاف بسالب س كاف، ناقص 2 س في لام ب 2 س لام، زائد لام في كاف بلام كاف يا هندسه. طيب خلي بالك معايا، يبقى انت دلوقتي عندك المساحه بتساوي نص. هقول لك على حاجه يا باشمهندس، ما تيجي ناخد الاثنين دول كده مع بعض خاصيه الدمج. اخد اللام كاف في الاول كده، او مثلا القوسين دول هاخد ما بينهم، بص كده معايا، هاخد السالب س عامل مشترك ما بينهم، هيتبقى لك هنا كاف سالب على سالب بموجب 2 س راحت مع س لام، زائد اللام كاف زي ما هي. تمام كده هندسه؟ طيب هو طالب منك دال ميم دال س يا هندسه، هو طالب منك دال ميم دال س. يعني انت بتفاضل بالنسبه لسين، يعني انت بتفاضل بالنسبه لسين يا هندسه، يعني انت بتعتبر اي حاجه تانية عندك عباره عن ثابت. اي حاجه، حتى لو صاد، حتى لو كاف، حتى لو لام، اي حاجه تانية عباره عن ثابت. خلي بالك يا هندسه، يعني انا النص ينزل لك نص زي ما هو، وافتح القوس. تعال اما نفاضل هندسه،
هو انا لما انا اقول لك تفاضل 4 س بتقول لي 4، تفاضل 5 س بتقول لي 5، تفاضل 7 س بتقول لي 7. طب انا لما اقول لك تفاضل سالب، هجيب السالب في الاول، كاف زائد 2 لام في س، هتقول لي سالب كاف زائد 2 لام، يبقى التفاضل عباره عن سالب، افتح القوس بس، كاف زائد 2 لام. انا كده فاضلت بالنسبه لس هندسه. طب خلي بالك معايا، تفاضل اللام كاف، هي لام كاف دي ليها تفاضل ليه؟ هي من غير س، انا بعتبرها ثابت، تفاضل الثابت بصفر، يبقى هي عباره عن نص في سالب كاف زائد 2 لام يا هندسه. ده كده عباره عن د م د س. طب خلي بالك، تعال ندخل السالب نص جوه القوس، عندك سالب نص في كاف الاول كده بس، سالب نص في 2 لام، يعني دلوقتي انا بقول لك انه د م د س بيساوي سالب نص في 2 لام يعني سالب لام، سالب نص في كاف يعني سالب كاف على الاثنين يا هندسه. طيب خلي بالك معايا، امال موضوع المقياس ده جه من فين؟ يعني دلوقتي هندسه انت بتكلمني ان في عندك مقياس، موضوع المقياس جه من فين؟ هو احنا هندسه في البدايه خالص احنا قلنا ان مساحه المثلث عباره عن نص قيمه مين؟ المحدد. يعني ده كله اصلا يا هندسه بره النص ده كله عباره عن محدد، فانت عندك المحدد لازم يطلع لك مره بالموجب ومره بالسالب. يعني ايه يا هندسه؟ يعني انت زي ما اخدت لي الاجابه مره بالسالب، حضرتك لازم تاخدها مره بالموجب، يعني تقول لي لام زائد كاف على الاثنين. هيتبقى لك يا هندسه موضوع اختلاف التعريف. موضوع اختلاف التعريف ده بيجي من فين؟ بيجي ان انت بتاخد كل اللي جوه المحدد بتاخده تساويه بصفر، بس في الداله الاصليه خلي بالك يا هندسه، في الداله الاصليه خلي بالك، انا لما اخد الكلام اللي جوه ده محتاج ان انا اساويه بصفر، يعني هقول له سالب س في كاف زائد 2 لام زائد كاف لام او لام كاف بيساوي صفر. خلي بالك يا هندسه، انا هاخد السالب الناحيه الثانيه بالموجب، يبقى انا دلوقتي مين اللي اتفضل عندك؟ لام كاف بيساوي كام؟ بيساوي موجب، السالب راح موجب س في كاف زائد 2 لا. طب انت هندسه محتاج السين، فالضرب هينزل اسمه، يعني انت دلوقتي هقول له على كاف زائد 2 لا، اصبح عندك يا هندسه السين عباره عن لام كاف على كاف زائد 2 لام. فبالتالي يا هندسه هي دي كده نقطه اختلاف التعريف، عشان كده احنا بنقول لك انه سالب لام ناقص كاف على الاثنين عندي س، بص عندي س اقل من كاف لام على كاف زائد 2 لام، كاف لام على كاف زائد 2 لام، وس اكبر من برضه نقطه عند س اكبر من اختلاف التعريف اللي هي كاف لام على كاف زائد 2 لام. يا باشمهندس كان سؤال محترم، سؤال مستويات عليا، كان سؤال كويس. اعتقد ان احنا كده وصلنا لاخر الدرس. الحمد لله يا هندسه زي ما عودناك خلصنا الدرس الاول الحمد لله، الحمد لله اختياري مقالي مستويات عليا، وان شاء الله باذن الله كل الدروس اللي جايه هتبقى كده، موضوع فرع التفاضل، تكامل، هندسه فراغيه، جبر، يعني ان شاء الله مكملين معاكم السنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.